اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. بدأنا أول شهر رجب، يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بألف خير. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في رجب وشعبان. النهاردة بقى كنا عايزين نعمل غدا، أقول لهم تتغدوا ايه؟ يقولوا لي أي حاجة. طب أي حاجة دي ايه؟ أي حاجة. فانا برضو كنت عايزة اعمل وجبة كده ايه، موفرة شوية وما تكونش مكلفة. ففكرت ان انا اجيب اجنحة الكيلو ب50 جنيه. انا جبت هنا كيلو ونص زي ما انتوا شايفين الكمية دي كلها. اكتبولي في الكومنتات الاجنحة عندكم بكام. عملتها بطريقة سهلة وبسيطة وما خدتش معانا وقت خالص. وعايزة اقول لكم ان هما كانوا فعلا مبهورين بجمال طعمها. جبنا الأجنحة وغسلتها كويس جدا وحطيتها في محلول النقع، عبارة عن ملح ودقيق وليمون، وبعد كده غسلتها تاني وصفيتها. وبعد كده بقى جبت بصلتين مبشورين كده او مضروبين في الكبة وحطيتهم على الأجنحة، ونزلنا بملح وفلفل وكاري ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس، قلبتهم حلو جدا وسبتهم مع التتبيلة دي نص ساعة بالظبط. وجبت 5 حبات من الطماطم، بشرتهم زي ما انتوا شايفين كده بالمبشرة. انا ما حبيتش اضربهم في الكبة علشان انا ما كنتش عايزاها تبقى ناعمة قوي وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها قشر. المبشرة احلى حاجة ان لما بتبشري الطماطم القشرة بتتشال معاكي بسهولة. بشرت بقى الطماطم بتاعتنا، وبعد ما الأجنحة خدت كده من التتبيلة البصل مع الثوم وملح وفلفل وكاري، عايزة اقول لكم الكاري بيدي طعم خطير. نزلت بقى ببشر الطماطم وكمان كوباية زبادي. كوباية الزبادي هنا كانت هتقع فلحقتها الحمد لله. وبدأت بقى أدعك بقى الطماطم مع الزبادي مع التتبيلة والأجنحة. احنا سيبناها شوية، خدت حبة كده من التتبيلة حلوين. يا سلام بقى لو تسيبيها من بالليل كمان. وبعد كده جبت صينية ونزلت بالأجنحة بتاعتي. بصوا ما خدتش معانا وقت خالص، تتبيلة سهلة وبسيطة. بصل، معلقة توم، ملح، فلفل، كاري، طماطم مبشورة، وكوباية الزبادي. كوباية الزبادي دي بتدي كده ايه طراوة للحم الأجنحة أو الفراخ عامة. يعني تقدروا تستخدموا التتبيلة دي لفراخ لوراك زي ما انتوا عايزين، وبتدي كمان طعم حلو جدا. رفعت بقى الصينية بتاعتي على النار، وعلى نار كده ايه عالية لحد ما خدت معايا غلوة زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل بمعلقة من السمنة علشان خاطر تطعم كده معايا الأجنحة. خدوا بالكم الأجنحة ما فيهاش دهون زي الفراخ. يعني احنا لو عاملين فرخة كاملة مقطعينها 4 أو 8 هتلاقيها بتنزل دهون كده، لكن الأجنحة ما فيهاش دهون. تقدروا كمان تعملوها مع بطاطس، تقطعوا البطاطس كده حلقات رفيعة وترصوها من تحت كده، وبعد كده الأجنحة. بعد كده جبت دبس رمان ومعلقة كده كبيرة من الصلصة أو معلقتين. لو ما عندكوش دبس رمان مش مشكلة خالص، استخدموا صلصة. وقلبتهم كده كويس قوي الصلصة مع دبس الرمان وهي على النار كده. بدأت ادي كده ايه وش حلو بالصلصة على الأجنحة. والتركة دي مهمة جدا علشان خاطر بتفرق في طعم وكمان اللون. ممكن تستغنوا عن دبس الرمان، يعني مش لازم بالصلصة بس. عايزة اقول لكم بقى بجد يعني كان طعمها خطير، عجبتهم جدا جدا. وهيطلع معانا صوص كده طعمه في منتهى الجمال، وكمان كأنها يعني فراخ مشوية، طعمها خطير. الحمد لله على كل نعم ربنا. يعني الحمد لله ان احنا مستورين. الحمد لله على كل نعمة ربنا بيديها لنا. الحمد لله في السراء والضراء. دخلت الأجنحة الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. وكنت أول ما بدأت أحطها على عين البوتاجاز ولعت الفرن عشان يبقى سخن شوية، وهسيبها بقى تستوي براحتها. خدت معايا نص ساعة بالظبط تسوية. ممكن تغطوها بورق الزبدة وورق الفويل، او لو عندك غطا ألمونيوم غطيها بيها. قلت بقى اعمل لهم شوية مكرونة بالصلصة جنب الأكلة الخطيرة دي.
ممكن نعمل برضو رز بالشعرية، ممكن نعمل رز ابيض، بس احنا هنا يعني المكرونة بالنسبة لنا افضل من الرز. فسلقت كيس مكرونة، وبعد كده هعمل الصلصة بعملها من غير اي افتكاسات، يعني بطعم زمان كده، بطعم امهاتنا كده، ما كانوش بيحطوا عليها توابل كتيرة خالص، هو الملح والفلفل وشطة لو عايزينها سبايسي شوية. فاحنا هنا حطينا شوية من الزيت ونزلت بالصلصة. انا كنت مفرزة معاكم الصلصة دي، والطماطم شايفين لونها خطير، منجزة جدا، يعني بتنفع تطلعي من الفريزر كيس ينفعك على طول. شوفوا الوصفة هتلاقوها موجودة على القناة، وادخلوا كده هتلاقوا وصفات ان شاء الله هتعجبكم جدا. وفي تركاية بعملها في تفريز الطماطم، بيخلي لونها كده احمر طبيعي، وبتبقى مفيدة جدا. هنا بقى حطيت الملح والفلفل، والطماطم عندي متسبكة، القوام بتاعها حلو جدا، ونزلت بالمكرونة المسلوقة بعد ما اديتها شطفة كده تحت المية، وصفيتها كويس جدا. واحنا هنا بنحب الطماطم تكون ايه يعني، مش ماسكة قوي في المكرونة، ما بتبقاش تقيلة، لا، احنا بنحب المكرونة تبقى بصوص كده، الصلصة تكون خفيفة شوية زي ما انتوا شايفين. حسيت ان هي محتاجة شوية صلصة كمان، اديتها كبشة كده، كده بقت مظبوطة معايا وزي الفل. انا هنا برضو كنت سلقة المكرونة 3/4 سوا، علشان خاطر لما نحطها في الصلصة ما تتهريش معانا. وعايزة اقول لكم والله العظيم ان لون الصلصة مظلومة بسبب الاضاءة، الصلصة غامقة جدا وحمرة، بس الاضاءة هي اللي مفتحاها. وهنا بقى الاجنحة بتاعتي بعد ما استوت حطيتها تحت الشواية، وزي ما انتوا شايفين هي اللي يشوفها يقول بجد فراخ مشوية، حاجة كده في منتهى الجمال. يعني عملنا ب75 جنيه وليمة، زي ما انتوا شايفين، أكلة اقتصادية، ما خدتش معانا لا وقت ولا مجهود، طعمها خطير. الصوص اللي نازل كده مع الأجنحة، يعني مش عايزة اقول لكم هو طعمه كان في منتهى الجمال قد ايه. جنب بقى المكرونة، فعلا يا جماعة بجد جربوها هتعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا التتبيلة اللي احنا عملناها دي مع وراك، مع فرخة متقطعة 4/4 او 8 قطع، زي ما انتوا عايزين، هتعجبكم جدا جدا. الزبادي كمان بيطري معايا لحمة الفراخ. بصوا شايفين الصوص عامل ازاي مع بقى المكرونة. وزي ما قلت لكم لو حابين تعملوا رز بألف هنا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، حبيت اشارككم الوصفة الجميلة دي. فعلا ما كنتش ناوية اصور، بس قلت لا، فتحت الكاميرا وقلت لازم تشوفوا الغدا التحفة ده. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير لحبايبكم، واستنوني في وصفات حلوة جاية كتيرة من بنت هاشم. بحبكم قوي في الله، وشكرا على كل الكومنتات الحلوة اللي بتجيلي من الناس الحلوة. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.